تخيل انك تكون البطل الأقوى، أقوى بطل في البشرية في يوم بتقاتل الملك الوحوش، وبتنتهي الحرب بخسارتك، ولكن بيتم بعثك مجددا إلى المستقبل بعد 60 سنة في شخصية ضعيفة جدا. ولكن مش كده وبس، لا ده كمان ملك الوحوش اللي كان بيقاتلك ذو الثمانية أجنحة تم اختفائه، والمفاجأة الكبيرة إنه في نفس الجسد بتاع الولد الضعيف اللي انتقل ليه. يعني البطل الأقوى وملك الوحوش في جسد واحد. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ كله ده هنشوفه في الحكاية. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان نوصل 1000 مشترك في أسرع وقت. ويلا بقى نبدأ. في النهاية مات الجميع، حتى أنا الذي ألقب بلقب البشر الأقوى على وشك الموت. لقب الأقوى لا يناسبني حقا، رغم إني قتلت كل وحوش السبع أجنحة. أصلا ليه؟ النصب القديم محتواش على 8 أجنحة. احنا البشر معرفناش القدرات الحقيقية للوحوش. كل ده خطأي، ما كانش عليا اني اتولى مسؤولية الأقوى. وبيبصله ملك الوحوش ذو الثمانية أجنحة وبيقول أنج هو بيعمل ايه، وبيطير في السماء وبيهجم عليه، وبيقول أنج علشان انا قتلت الكثير من أتباعه فهو عايز يعذبني. وفي مكان غريب بيقول أنج هو ده الظلام، هو ده الموت. وفجأة بيظهر ضوء، وهنا كانت الصدمة انه بينتقل لجسم ولد ضعيف، وبيقول هو ايه اللي حصل؟ انا مش المفروض اني مت؟ ايه اللي حصل بقى؟ لكن ده حلم، الشعور ده حقيقي. هو ايه اللي بيحصل ده؟ وش الجميل وجسم الرائع راح فين؟ انا مين؟ انا فين؟ وبيكون الارض اللي فيها هي مدينة الاحتجاز. وبيقول لهم المدرب لازم تبقوا فاهمين ايه اللي يعنيه المشاركة في اختبار المحارب. اللي بيتسموا محاربين بيمثلوا الحماية والامل، وبيكون هو القائد الثالث لمدينة الاحتجاز واسمه جي ياو تانغ. وبيحكي القائد جي ياو ان في عام 3069 في اليوم ده سقطت 6 نصب قديمة من السماء جايبين الكارثة لكوكبنا. مخلوقات اتسمت بالوحوش خرجت من البوابات بادئين مذبحة بين البشر. واحنا البشر بعد اختبار القتال الصعب اللي اوشك على انه يخلينا ننقرض، اخترعنا اخيرا طريقة قوية تقدر تخلينا اننا نتصدى الوحوش، وهي معدات التطعيم. معدات التطعيم بتسمح باستخدام أنوية اللي بتقوم بجمعها، وعن طريق كده بتسمح للبشر بالحصول على قوة الوحوش مؤقتا عبر التطعيم. ومن 2 سنين فخرنا الأكبر والمحارب الأقوى في تاريخ البشر أنج، الرجل الذي يعرف بملك المحاربين، قاد كل محاربين العالم في قتال تاريخي من أعلى مستوى ضد حشود الوحوش. واستمر القتال ده لأسابيع متسببا بالدمار للعالم. وفي النهاية أكبر محاربي البشر حشود الوحوش على التراجع بإصابات شديدة مقابل فترة تطور دامت 2 سنين حتى النهاردة. وعلى الناحية التانية بينصدم أنغ وبيقول هو أنا سافرت المستقبل بعد 60 سنة؟ والقائد بيقول في نفس الوقت خسرنا العديد من المحاربين الأقوياء، حتى المحارب البشري الأقوى أنج بيقولوا إنه مات أثناء القتال ضد عدد لا يحصى من الوحوش في مستوى 7 أجنحة. كانت هذه الحرب هي الأكبر بين البشر والوحوش. دي بتمثل عزيمة الجنس البشري للقتال واستهلال فجر جديد، وليها اسم تاني وهي معركة الأمل. وبروح لأنغ اللي بيقول لأ، أعلى المستوى الوحوش ما كانش 7 أجنحة بل 8 أجنحة. أنا مش فاكر كويس، ولكن اللي متأكده اللي أنا شفته، البشر ما أدركوش القوة الحقيقية للوحوش. وبروح للقائد احنا ما كناش هنبقى كده إلا من غيرهم. لم يكن العرق البشري ليكون موجودا اليوم من دون المحاربين. هو ده اللي بيعنيه الحماية والأمل للهوية الأكثر تقديرا. انتوا لازم تعرفوا يعني ايه تكونوا محاربين. وبيبدأ كله يصرخ وبيقولوا ايوه، والقائد بيلاحظ حاجة ان أنج ما بيصرخش معاهم، وبيبدأ يروح له وهو متعصب بيقف قدام أنج وبيقول له شكلك كده ما تعرفش يعني ايه المحارب، اسمك ايه؟ وبيقول أنج انا اسمي، هو انا اصلا اقدر اقول له هويتي الحقيقية بصفتي أنج؟ ولكن هيصدق حد ان انا أنج منذ 60 عاما بينما انا في هذا الجسد الضعيف؟ وبيقول له القائد انا ما اعتقدتش ابدا ان ده ممكن يحصل، انت عار على الاسم الاكثر فخرا، اسمك نفس اسم المحارب أنج. ووقتها بيكون أنج مصدوم، والقائد بيحط ايده على أنج وبيقول له انت مجرد احمق لا يفهم حتى اساسيات الانضباط، ومع ذلك تجرؤ على التقليل من هذا الاسم العظيم، هذا لا يغتفر. وبيضربه عند أنج بيقول ان الجسد ده ضعيف جدا ما يقدرش يعمل حاجة قدام الضربة التافهة، ولكن انا متوقعتش اني امتلك حتى نفس الاسم. وبيقع أنج على الارض وبيقوله القائد ان اثناء اختبار المحارب
هيتأكد من منحه مزيد من الاهتمام، وبيتحرك وبيقول للجنود أنصتوا، اتجهزوا دلوقتي إلى ميدان الاختبار. الآن حان وقت الاختبار البدني. وعند أنج بيقول له صاحبه هو أنت بخير؟ وبيقول له أنج إنه لسه عايش، فبيرد بيقول له أنت عندك اسم كويس، أنا اسمي لانسي نو، هكون تحت رعايتك. وبتكون في بنت واقفة وبتقول له هو أنت بتجرؤ على حمل اسمه؟ يا لك من جاهل، هو أنت فاكر إن اسمك هيمنحك نفس قوته أو حاجة زي كده؟ وبتكون اسمها سي تو ليو، وبتمشي وهي بتقول له إنه طفولي جدا، وبيكون أنج بتعصب منها، هي مالها أصلا؟ وليه أصلا تهتم باسمي للدرجة دي؟ فبيقول له الولد هو انت لسه ما تعرفهاش؟ دي في الغالب افضل متنافسه في مجموعتنا، سي تو ليو المعروفه بلقب الراقاشه الذي لا تبتسم، وهي بتحمل اسم اكتر عشيره مشهوره في مدينه هوليوس، عائلة سي تو. وبيقول أنج سي تو هو أنا ليه حاسس إن الاسم ده أنا أعرفه؟ وبيبدأ يقوم، وفي ميدان الاختبار البدني بيكون أنج متحمس وبيقول إن حتى ولم يكن هذا جسدي فأنا ما زلت الجندي الأقوى، انتوا بتجرؤوا على انكم تستهزئوا بيا والتقليل من اسمي، يا لها من مهزلة. الامتحان ده أنا هستغله لإخافة الجميع وفرض هيمنتي. وبيبدأ الاختبار وبيبدأ يجري بأسرع سرعة، وبيقول إنه هيستعمل سرعته القصوى ويحصل على المركز الأول. كلا، بل أنا هكسر الرقم القياسي. وفعلا بيكسر الرقم القياسي، ولكن في الفشل لأنه هو في المرتبة الأخيرة وكسر الرقم القياسي لأسوأ نتيجة. وبيكون أنج مش قادر وبيقول إن الجسد ده ضعيف. كل الاختبارات بيجيب أسوأ نتيجة، والبنت بتقول إنه أحمق. بيقول له الحكم إن الشخص المدعو بأنج سيء جدا وإنه مش بحاجة للمزيد من الاختبارات، واحنا مش ممكن اننا نطرده من المرحله دي. فبيرد القائد وبيقول له انه حتى لو ما عندهوش ما يكفي من القوه فعنده الحق في انه يدخل اختبارات او انه يخلصها على الاقل، وان هتكون الجوله التاليه هي الاخيره بالنسبه ليه، وانهم يبداوا المرحله التانيه من الاختبار. وفعلا بتبدا المرحله التانيه، وهي بتكون عباره عن آلة الجوفاتينغ بعنوان معدل المزامنة. وبيضحك أنج وبيقول إن الامتحان ده هيكون فرصته، وإن قبل 60 سنة الجوفاتينغ خاصتي بلغت 96%، وإن بالرغم إن الجسد ده ضعيف ولكن معدل المزامنة الخاص بيا مش بالجسد، لا ده بقوة الإرادة. هؤلاء الملاعين اللي احتقروني واللي عملوني على اني نكرة انتظروني وشوفيني انا هعمل ايه. انا هوريكم قوة مزامنة الحقيقية عند اقوى جندي للبشرية. وبيلبسوه لبس الاختبار، وبيقول انج ان هو ده عتاد الجوفاتينغ الحديث وانه خفيف جدا. وبنروح للحكم اللي بيقول للبنت ان معدل المزامنة 39%، والناس كلها بتبقى متفاجئين، وبيقول انها نجحت وان دي ممكن تكون افضل نتيجة في السنة، وان هو ده المتوقع من شخص ينتمي لعائلة فنون قتالية، سي تو ليو الريكاشة الذي لا تبتسم. وبتشيل الجهاز وبتبدأ تنزل، والناس كلها بتبقى منصدمين منها ومن قوتها. وفي غرفة الاستراحة بتكون فرحانة بالنتيجة بتاعتها وانها حصلت على انتباه الجميع. وبروح لأنج اللي بيقول انها مذهلة فعلا وانها وصلت ل 39% من خلال الاختبار. وصاحبه بيقول له انها فعلا قوية، هو انت اللي مش متوتر؟ فبيقول له أنج انه اعتاد على كده. فبيستغرب صاحبه. وعند المتسابقين العديد من المبتدئين اللي اتفاعلوا مع الأداة أظهروا تعابير الألم زي التوتر، وكانت نسبتهم 9% أو 10 أو 12. وبيقول الحكم ان الجسد هيعمل نسبة بسيطة في أول مرة يتعرض فيها للقياس، وبتكون نسبة المزامنة بتاعة الولد ده 12%، وده معناه انه نجح. وبيكمل الحكم كلامه ان لازم يتحمل القوة النابعة من نواة الوحوش، وان كتير جدا بيختار الاستسلام بدل تحمل الألم، وان الاشخاص بيحتاجوا الى 10% علشان ينجحوا. وبيكون معدل المزامنة بتاع صديق أنج 24%، وده معناه انه نجح. وبيكمل كلامه الحكم وهو بيقول ان في كتير اللي اظهروا نتائج مثيرة زي يو وكانت معدل المزامنة بتاعتها 30%. وبيفرح القائد وهو بيقول ان الاختبار ده اظهر العديد من المواهب. وبتقول له الحكمة انه فعلا كلامه صح، وان في 6 متنافسين حصلوا على ازيد من 30%، وهي اقرب من مرحلة المحارب ومستواهم من الفئة سي، وان فرقة المحاربين الجدد شكلها مش سيئة بشكل عام. فبيقول لها ان لسه في بعض الجودة السيئة. وبروح لأنج اللي بيكون مستعد، وبيبدأوا الناس يسخروا منه وبيقولوا هو الأنج ده هيجي دوره بجسده الضعيف هيعمل ايه؟ اكيد هينزل دم.
في الغالب وبيبدأوا يضحكوا عليه. وانج بيقول اضحكوا زي ما انتوا عايزين أيها الصبية الغافلون علشان أنا هصدمكم. وبعد كده بيختاروا الكرة الحمراء نواة الذرة، وبيقول إن الكرة الحمراء بتمثل القوة، والزرقاء بتمثل الرشاقة، والصفراء بتمثل الدفاع، والخضراء بتمثل الشفاء. وكمان في البنفسجية اللي بتعطيك القدرات الطبيعية. وفي الحجر الأسود وده حجر نادر وبيسموه التردد الزمني. وبطلنا أنج بيركب الحجر الأحمر في جسمه، وبيقول أهم حاجة الإرادة، وبيتم التزامن ما بينه وما بين الحجر. وبروح لعنبر الاستراحة وبتكون البنت شايفاه وبتقول إن عنده قوة تحمل رهيب. وعلى الناحية التانية بنشوف أنج وهو بيقول لهم راقبوني يا رفاق، أنا هبقى أخوة جندي. والعمال كلهم بيبدأوا ينصدموا وبيقولوا إنه تردده بيزيد ووصل ل 40%. وأنج بيقول هما ما يعرفوش إن هوصل 96%. وأنج بيفضل يزيد 45% لحد ما بيوصل 60%. والقائد بيقول اكيد في خلل في النظام. وانج بيفضل يرفع في المستوى بتاع التزامن بتاعه لدرجة انه بيوصل ل 80%. والقائد بيقول ان المكان اللي قاعدين فيه عنبر الاستراحة بيقولوا ان اكيد في غش. وانج بيبدأ يتكلم وهو بيقول انا الملك الاقوى، ودلوقتي قوة هالتي بس تقدر تخليكم كلكم تركعوا لي. وفجأة بتحصل حاجة غريبة وفجأة بيقع وبيقول لهم ليه وقفتوا النظام. والعامل بيقول للقائد زي ما توقعنا الحجر طلع حاجة نادرة. وأنج تردده نزل وبقى 10%. وبروح لغرفة الاستراحة وأنج بيكون هناك وبيقول هو ايه اللي حصل؟ قوتي فجأة انسحبت وقلت، وبإرادتي كنت أقدر أعدي 80%. حتى لو الحجر أو النواة ضعيفة هقدر أجتاز الاختبار. وفجأة البوابة بتتفتح وأنج بيبص على الشخص اللي طالع وبيطلع القائد وبيقول لهم انتباه. وأنج ما بيبقاش قادر يقف على رجله وبيقول لهم مبارك لكم اجتياز الاختبار، ودلوقتي ادخلكم اختبار حقيقي هخليكم تقاتلوا وحش. والكل بينصدم وبيقول لهم اذهبوا لأرض التدريب الثالث. وأنج بيكون تعبان جدا وبيمشي من جنب القائد وبيقول لهم افتحوا البوابات وبيدخلوا. وبنشوف القائد واللي بيشوف الحجر اللي كان لابسه أنج وبيكون متكسر وبيقول ان مفيش مشكلة في الحجر، وده معناه ان فعلا كانت 80% وانه ما كانش بيغش. ودي في حد ذاتها مصيبة ان ازاي واحد صغير وبالضعف ده يبقى عنده القوة الهائلة دي. وبيقول ان الولد ده بيصير في وبالذات انه اسم المحارب أنج اقوى محارب لدى البشرية. وبعد كده القائد بيقول لهم انهم يفتحوا البوابات وبيدخلوا وبيكون أنج تعبان وبيقول لهم انه عايز يبدل النواة، ولكن المشكلة اكيد مش في النواة، المشكلة في جسد المنهك. وفجأة المكان كله بيتجمد وكل حاجة بتتجمد وأنج بيكون خايف وبيقول ان اول مرة يشعر بالخوف. ولكن عايز كنت اقول لكم على حاجة، لو لاحظتوا ان أنج اول ما دخل حصل تزلزل في المكان. وهنا برضو كنت عايز انبهكم لحاجة برضو كمان، ولو لاحظتوا ان في حاجة غلط من اول ما انتقل، وبالذات ان النواة اتكسرت مرة واحدة وكان ممكن يعدي المستوى الاكتر. وهنا بقى عايز اوضح لكم ان ملك الوحوش في نفس الجسد، وهو اللي عمل الشعور ده وهو اللي خلى النواة تتكسر بقوته الهائلة. وبيقول أنج انه حس برغبة لحب الوحوش، وده برضو اللي بقول لكم عليه، ولكن لسه ما اكتشفناش ازاي. وبنرجع للي حصل وواحدة بتفضل تنادم على أنج وهو مش سامعها وبيعتذر لها وبتقول له ان احنا عملنا فريق انا وانت واتنين تاني وانه لازم يبقى مركز وهو هل ينضم ولا لا. وبيوافق أنج والبنت بتقول له انه يحاول ما يكونش عقبة في طريقنا. وصاحبه بيقول له يلا استعدوا. وبيقول الشخص اللي معاهم ان الحجر الاسود النادر ده المسؤول على نشر الضباب. والمرشد بيقول لهم انتوا عارفين هتعملوا ايه؟ هتصطادوا في الضباب، ودلوقتي هتاخدوا معاكم خنجر للقتل وجهاز تخفيف الضباب. ومهمتكم بسيطة، هتدخلوا في الضباب وهتذهبوا الى النقطة الحمراء، هو ده كل اللي هتعملوه، وبعدها تخلص المهمة. وبعد كده هتخرجوا بره الدائرة وهتصطادوا الوحوش. وهنا المحاربين بيحتاجوا يواجهوا خطر غير معلوم. ولو عايز تبقى محارب لازم تبقى عندك قوة جسدية ومهارة عالية ومهارة عقلية وجسدية قوية جدا، كله ده علشان تبقى محارب. ولازم يبقى تقدر تشوف الأعداء بالليل والقدرة على مواجهة الوحوش والهجوم المفاجئ. وأخيرا وليس أخيرا لما تقتل وحوش في أرض المعركة وتكون دي أول مهمة ليك هيسموك محارب. والمسؤول بيقول الاختبار انتهى، الفرقة اللي بعدها تدخل. وبيقول إن في بعض الموهوبين في هذه الدفعة. القائدة التانية بتقول أنا حددت هدفي خلاص، أنا مهتمة بسيتو من عائلة سيوتو. وبتكون دي القائدة التانية واسمها دادا جياو. وواحد بيسألهم انتوا من فين يا رفاق؟
فالتاني بيرد عليه وبيقول له انه القائد الاول لبلدة هيوليوس، وبيقول لهم ان في واحد تاني مهتم بيه، وما بين الجميع هو انج، والشخص ده بيكون بيكلم نفسه. وبتقول له القائدة التانية مالك يا تانج، بيتعصب عليها وبيبدأ يتخانقوا، وبتقول له انه صح دلوقتي تم تصليح مصنع الوحوش ولازم نتأكد من عدم وجود وحوش مجنحة. بيقول لها اننا بحثنا وما لقيناش وحوش مجنحة، وبيقول لهم ان احنا هنحتاج ان احنا نبذل كل جهدنا لحماية اللاعبين